كيف تنظر إلى عقليته في إدارة البلد؟ هل هو رجل واقعي؟ هل هو رجل طموح؟ هل هو رجل حالم؟ أكو إمكانيات للنجاح؟ كيف أنت؟ بلا شك، وأكو خلفية تدرج بالحكومة. عنده عقلية الحكم مو عقلية المعارضة. فهو عنده اهتمام. فهو رجل دولة. رجل دولة عنده اهتمام بإصلاح الدولة، لأن هو يدرك بأن الوزراء يحتاجون إلى دولة قوية. فعنده اهتمام بإصلاح الدولة، وإصلاح الدولة مو شغل سهل. صحيح. ومو ما يجذب العناوين السياسية، بس شغل عميق صعب، مو مفروش بالورود طريق لإصلاح الدولة. إحنا عندنا تجربة كمان في هذا الموضوع، وأنا أتكلم مع دولة رئيس الوزراء في هذا الموضوع، كيفية بريطانيا تساعد على العراق في هذا الطريق. في طريقة إصلاح النظام السياسي ومؤسسات الحكم. مو النظام السياسي، بل المؤسسات الدولة. على سبيل المثال مكافحة المخدرات. عندك فرصة تتعلم من أخطائنا، مو فقط إنجازاتنا. فعندنا عندنا تجربة طويلة ومريرة مع المخدرات بالبلد. أنتم هذا جديد بالعراق، صار البلد استهلاك المخدرات. بس عملنا أخطاء ببريطانيا، وممكن ندرسكم من أخطائنا وأيضا من إنجازاتنا. ممكن نستفيد من أخطاء بريطانيا ومن نجاحات بريطانيا، وممكن نستفيد من الآخرين جميعا. صح. هو الناجح كيف يقدر يعني يوظف أكثر فرص النجاح في داخل بلده. وين الرجل يعني تعتقدون أنه نجح، وين أخفق خلال هذه العام أو أكثر من عام؟ يعني شنو الأولويات اللي خلاها النفس وألزم نفسه بها وتعتقدون بها أعتقد على المستوى السياسي الاقتصادي الأمني؟ أعتقد أن أكو هذا شيء أعتقد شيق. أنا كان عندي سلسلة من اجتماعات في الشهرين الماضيين من رؤساء البنوك، بعض البنوك بالإقليم، وعندهم تفاؤل في مستقبل اقتصادي للعراق لأن برنامج الإصلاح في الاقتصاد. فأكو أعتقد هذا وضع واعد الآن. بالأمن أكو تقدم، بس أعتقد المهمة الكبيرة هي توفير الخدمات للشعب. هو هذا اللي أقول الآن، اللي شفت الآن أنت بغداد هسه جيت ربما في ظروف يعني غير اعتيادية، بس حجم الخدمات وتحول بغداد إلى ورشة عمل كبيرة، ما تعتقد هذه تعيد ثقة المواطن بالنظام السياسي؟ هذا العزوف الانتخابي الأخير تعرف بالأخير المواطن يبحث عن خدمات من الدولة اللي تقدم له خدمات يطلع يصوت لها. هذه النظام الديمقراطي موجودة في كل دول العالم ليس في العراق. تعتقدون هذا مسار التنمية والإعمار والخدمات اللي تقوم به الحكومة ممكن يساهم بإعادة دمج هؤلاء الشباب بالنظام السياسي مجددا؟ ما هي خطة بريطانيا لدعم هذا المسار؟ هذا مهم أن أكو ثقة، يعني إشاعة التفاؤل. البلد تحتاج إلى يعني تخلي معنوية عالية، مثل ما تفضلت في الموصل، في أربيل. أكو ابتسامات لوجوه الناس.